قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. فيلم النهاردة عن راجل اتخطف من أقرب حد ليه، أخوه توأم خطفه وبدأ ياخد مكانه في البيت علشان يقرب من مراته اللي بيحبها من ورا ظهره. بس علشان تفهم القصة كلها ركز معايا للآخر. الفيلم بيبدأ مع ريك ومراته ميلاني، باين عليهم إنهم عايشين حياة هادية ومبسوطين مع بعض. وريك كان محضر لهم فجأة عيد ميلادها، حفلة صغيرة فيها أصحابهم وأهلهم. ومن كلام ميلاني مع صاحبتها إليسا بنعرف إن ميلاني عندها شركة أثاث وعندهم اجتماع مهم تاني يوم مع مستثمر تقيل جدا. ومن اول مشهد واضح قد ايه ريك بيحب ميلاني بجد. تاني يوم الصبح ميلاني واليسا بيروحوا يقابلوا المستثمر وفعلا بيوافق يديهم عرضه. قبل ما ريك يجي يخرج على شغله بيشارك ميلاني روتينهم المعتاد بتاع الفطار، بيتفقوا على الحاجات اللي وراهم في اليوم اللي جاي. لكن وهو رايح يركب عربيته بيلاقي حد مستنيه جواها وبيحقنه بمخدر وبيخطفه. ريك بيفوق وهو متكتف في سرير ومش شايف اللي بيتكلم معاه في الضلمه. الراجل ده بيقول له ان عارف عنه كل حاجة، اسم مراته وعنوان بيته وشركته الكبيرة في مجال الإعلانات. ريك بيصرخ وبيستغيث، بس الراجل المقنع بيقول له إن الأوضة عازلة للصوت وبيقول له أنا مش عايز منك حاجة، كل اللي عايزه إنك تحكي لي عن حياتك كلها، خصوصا ال20 سنة اللي فاتوا بتفصيل. ريك بيسأله ليه، فبيرد عليه علشان أنا هاخد حياتك. وفجأة الراجل بيخرج للنور وبيطلع نسخة طبق الأصل من ريك، ده أخو توأم أليكس. أليكس بيوريله كاميرا مراقبة شغالة في بيت ريك، وريك بيعرض عليه فلوس اي رقم، بس أليكس بيرفض وبيقول له ان ناوي يحبسه ويتفرج عليه من الكاميرات وهو بياخد مكانه وبيعيش مع مراته. كمان بيهدده انه هيسحب كل فلوسه من البنك، وفعلا يبدا يعيش في بيت ريك وبيتصل بميلاني ويقول لها انه لازم يسافر مؤتمر مهم، وبيهدد ريك لو ما حكالوش كل تفاصيل حياته وشغله هيقتل ميلاني. ريك بيخاف جدا وبيفهم ان ميلاني ممكن تكتشف حاجه، فبيبدا ينهار ويحكي له كل حاجه. وفي الوقت اللي أليكس عايش دور ريك، ميلاني تبتدي تلاحظ تصرفات غريبة وبتسأله ايه التغيير ده، فبيرد عليها بحاول اتغير علشانك. بس الحقيقة ان أليكس شخص خطير ومش بيرحم. جار المكان اللي ريك محبوس فيه بيشك فيه وأليكس ما بيترددش وبيقتله. بعد كده يروح بيت ريك وميلاني وبتستقبله كأنه جوزها عادي. لكن ريك المسكين بيكون قاعد يتفرج من الشاشة شايف اخوه وهو بياخد مراته منه. ميلاني بدأت تحس ان في حاجة غلط، شافت جرح على كتفه ولما سألته ضحك وقال لها ده جرح بسيط. تاني يوم تكتشف انه ناسي دوره في تحضير الفطار وناسي كمان الورقة اللي دايما بيكتبوها لبعض. وهي رايحة لشغلها بتحكي لأليسا عن كل التصرفات الغريبة ديت وبتقول لها ان روتينهم الصباحي عمره ما اتغير، لكن دلوقتي في حاجة مش طبيعية. وفجأة يوصل لها بوكيه ورد مع ان مفيش اي مناسبة، وهي عارفة كويس ان ريكو عمره ما جاب لها ورد الا في لحظات معينة جدا. بتبدأ تشك انه بيخبي حاجة او يمكن بيخونها. المستثمر اللي قابلوه قبل كده بيرجع يظهر وشكله مهتم بليسا، فميلاني وليسا بيقرروا يعزموا المستثمر على العشاء علشان يقربوا منه. أليكس بيتحط في موقف صعب لما ديل شريك ريك يتصل ويقول له تيجي النادي نلعب جولف، بس أليكس مش فاهم حاجة وديل بيشك، فأليكس بيقتله هو كمان. بعدين بيعمل ليلة رومانسية لميلاني، لكن بدل ما تفرح شكوكها بتزيد أكتر. بتقول له احنا عمرنا ما كنا محتاجين نجدد حبنا، احنا دايما كنا كويسين مع بعض. وبتستغرب لبسه الجديد وطريقته المختلفة، فبيرد ويقول لها انا عايز نبدأ من جديد وننسى اللي فات. بس هي بترد عليه لا مش عايزة انسى ذكرياتنا. وتفكروا بعزومة العشاء مع إليسا وريموند، وهم في العشاء ريموند بيسأله قابلت ميلاني ازاي، وأليكس مش عارف يجاوب. ولما ميلاني دخلت تحضر العصير أليكس راح يساعدها، بس لما طلبت منه حاجة من المطبخ ظهر عليه انه تايه ومش عارف اي حاجة. في نفس اللحظة دي ريك قدر يفك السلاسل اللي كان مربوط بيها. ونرجع تاني لميلاني وأليكس، بتسأله ليه ما قلتش لريموند قصة اول لقاء بينا، ازاي نسيت حاجة زي دي. بيرد عليها اصلي مرهق من السفر، ووعدها انه مش هينسى تاني. وبيقول لها انه هيبلغ الشغاله باللي حصل. بس ميلاني بتقول له باستغراب احنا ما عندناش شغاله اصلا. بعدها بنشوف اليكس راجع مكان ريك المحبوس فيه، ولما بيدخل ريك بيهجم عليه، بس اليكس كان عارف من الكاميرات انه فك نفسه. ريك بيكتشف انه في شغل مهم في الشركه ما خلصش، واليكس بيطلب منه يخلصه فورا وبيهدده لو ما عملتش كده ميلاني هتموت. وعلشان اليكس كان قايل لميلاني انه رايح يقابل صاحبه، لما تاخر هي بتتصل بديل مرات ديل اللي بتكلم ميلاني وبتقول لها انه ما
مختفي بقاله يومين. وتاني يوم ميلاني بتفضل لإليسا عن كل اللي بيحصل، وبتقول لها إن ريك عمره ما كان بيكذب ولا بيتأخر، وبدأت تشك إنه بيخونها. إليسا تعرض عليها إنها تراقبه، وفعلا بتروح وراه وبتلاقيه قاعد في كافيه، وبتسمعه بيتكلم في مكالمة مريبة بيقول فيها إنه مخبي قصة معينة. فبتبعت لميلاني رسالة تحكي لها اللي سمعته، لكن وهي خارجة من الكافيه بتتفاجئ بيه وراها على طول، بيهددها بمسدس وبيخطفها وبياخدها لنفس المكان اللي محتجز فيه ريك. وإليسا بتتصدم لما بتكتشف إنه ليه أخ توأم وبيحبسها هي كمان. في نفس الوقت ميلاني بعد ما سمعت تسجيلات إليسا بتروح تدور في مكتب ريك على أي حاجة توصلها للحقيقة، وبتتفاجئ إنها لقت صور لأليكس وريك مع بعض. وساعتها ريك بيحكي لأليسا كل حاجة عن أخوه، وبيقول لها إن بعد وفاة أهلهم اتربوا في ملجأ، وإن أليكس كان دايما عنيف وصعب السيطرة عليه. ميلاني بتبدأ تتعامل مع أليكس بحكمة، وبتحاول ما تخليهوش يشك فيها علشان ما يأذيش ريك أو إليسا. بتحاول تكلم إليسا بس ما بتردش، فبتخاف يكون حصل لها حاجة، وبتروح مع ريموندا على بيت إليسا، وهناك بتحكي له على موضوع الأخ توأم، وبيلاقوا عربية إليسا مركونة جنب الكافيه. فبيبلغوا الشرطة، بس الشرطة بتقول لهم لازم يعدي 24 ساعة على اختفائها. لما أليكس يرجع للمكان بنكتشف إنه بيحقد على ريك من زمان، علشان ريك اتبنى من عيلة غنية وهو فضل في الملجأ لوحده. وفي يوم وهم في البيت بيحس إن ميلاني مش طبيعية، وبيقرر يخلص عليها، لكنه مش قادر لأنه وقع في حبها. فبيحاول يتقرب منها أكتر، لكن ميلاني بتلاحظ الجرح اللي في كتفه وبيشد انتباهها تاتو غريب جدا. بعدها ريموند بيتصل، وبنكتشف إنه شغال مع أليكس من وراهم، وبيقول له إن ميلاني بقت بتأجل التوقيع على عقود وشك في تحويلات الفلوس، وبقت فاهمة كل حاجة. وأليكس مش واخد باله، لكن ميلاني في اللحظة دي بتحط جهاز تتبع في عربيته. تاني يوم وهي رايحة وراه ريموند بينضم ليها، فبتقول له إنها عرفت مكان إليسا، وكمان عرفت إن التاتو اللي على كتف أليكس من السجن. أول ما بيوصلوا ريموند بيدخل الأول يحذر أليكس، لكن ميلاني بتكلم المحقق وبتبلغه كل اللي اكتشفته. وبعدها بتدخل وبتلاقي أليكس واقف قدامها، وريموند مستني ورا الباب علشان يخلص عليها. بس أليكس اللي وقع في حب ميلاني بيضرب ريموند بالنار ويخلص عليه، وبياخد ميلاني وبيفتح لها أوضة ريك وإليسا. وريك بيحس إن أليكس ناوي يقتلهم، فبيحاول يرشب أي فلوس، لكن أليكس بيقول له إنه مش عايز فلوس، هو كل اللي في نفسه إن ميلاني تحبه. وميلاني بتستغل نقطة ضعفه وبتخدعه شوية لحد ما بتغرزه بسكينة. وفي اللحظة دي المحقق بيوصل وبيقبض عليهم. وفي المشهد الأخير بنشوف ميلاني حامل في توأم وبتحتفل وسط أصحابها. وبكده بنكون وصلنا لنهاية الفيلم. لو عجبك ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد ننزله كل أسبوع. سلام.